مرحبا أعزائنا المتابعين، واليوم سوف نتعرف معا على ما هو مجلس الأديان والمعتقدات. فالمادة 107 تنص على مجلس الأديان والمعتقدات يتشكل من ممثلي المؤسسات الدينية في شمال وشرق سوريا وممثلي كلية العلوم الدينية. يقوم بالعمل على تسهيل ممارسة جميع الجماعات الدينية والمعتقدات عباداتها وطقوسها في الحياة الاجتماعية بشكل حر وحسب خاصيتها. يطور المؤسسات الدينية المنسجمة مع ذهنية الأمة الديمقراطية. يناهض المفاهيم التعصبية والتطرفية للدولة القومية والغير ديمقراطية التي تفرق بين الأديان والمذاهب والمعتقدات، ويعمل على تطوير أخلاق الحرية ومفهوم التسامح بين الأديان والمعتقدات. وإلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.